أخطر حاجة ممكن تكتشفها في حياتك مش إن الناس مش فاهمينك. أخطر حاجة إنك تكتشف إنك أنت نفسك عمرك ما فهمت نفسك أصلا. تخيل تعيش سنين تتكلم تضحك تزعل، تدخل علاقات تخرج منها، وكل ده وإنت مش عارف أنت حاسس بإيه بجد. مش عارف أنت عايز إيه ولا حتى ليه بتعمل اللي بتعمله. السؤال اللي محدش بيسأله لنفسه بصدق هو: هل أنا فعلا بسمع نفسي؟ ولا أنا بس بكرر صوت اتزرع جوايا من زمان؟ صوت أهلي، صوت المجتمع، صوت الخوف، صوت المفروض، صوت الناس هتقول إيه، لدرجة إن صوتك الحقيقي اختفى وسط الزحمة. ووعدي ليك إن الحلقة دي مش هتديك إجابات مريحة، لكنها هتخليك تشوف الحقيقة اللي يمكن عمرك ما وقفت قدامها. الحقيقة إنك ممكن تكون عايش طول عمرك بشخصية مش بتاعتك، لأنك ببساطة ما سمعتش نفسك يوما بشكل حقيقي. خليني أسألك، آخر مرة قعدت مع نفسك من غير موبايل، من غير تشتيت، من غير ما تهرب، إمتى؟ آخر مرة سألت نفسك أنا حاسس بإيه؟ مش إيه اللي المفروض أحسه، ولا إيه الصح، ولا إيه المقبول. لأ، أنا حاسس بإيه فعلا. أغلبنا مش هيعرف يجاوب، مش لأنه معقد، لكن لأنه اتربى يتجاهل السؤال ده من الأساس. إحنا ما تعلمناش نسمع نفسنا، إحنا تعلمنا نعدي، نكتم، نعدل نفسنا عشان نمشي مع القالب. فبقى في نسخة مننا بنعرضها للناس، نسخة مؤدبة متزنة مفهومة، ونسخة تانية مستخبية مشوشة، مليانة مشاعر مش مفهومة، خوف، احتياج، غضب، حزن، مشاعر ما خدتش حقها في التعبير، ففضلت جواك بتكبر وتظهر بطرق غريبة، تخليك تقول كلام مش قصدك، تتعصب زيادة، تسكت في وقت المفروض تتكلم فيه، أو تتكلم في وقت المفروض تسكت فيه. وده مش عشوائي، ده نتيجة إنك فقدت الاتصال بنفسك. ودي أول كارثة بيكشفها الكتاب، إنك ممكن تكون بتتكلم طول الوقت لكن عمرك ما قلت نفسك، لإنك مش سامعها أصلا. خلينا أديك مثال بسيط. واحد يسألك مالك، تقول له ولا حاجة، رغم إن جواك ألف حاجة. ليه؟ لأنك مش متعود توصف اللي جواك، مش متعود تسمعه أصلا. أو واحد يقولك حاجة تضايقك، تبتسم وتعدي، وبعدها تنفجر في وقت تاني. ليه؟ لأنك ما التقطتش الإحساس في لحظته، ففضل يتراكم لحد ما خرج بشكل مشوه. ودي نقطة مهمة جدا. إحنا مش بنفشل في التعبير بس، إحنا بنفشل قبلها في الفهم. لأنك لو مش فاهم نفسك مستحيل تعبر عنها صح. وده اللي بيخلينا نخش علاقات وإحنا فاكرين إن المشكلة في الناس، في الشغل، في الظروف، لكن الحقيقة أعمق. المشكلة إنك داخل كل ده وإنت مش عارف إنت مين ولا عايز إيه، فبتبقى ردود أفعالك كلها مبنية على حاجة مش واضحة. وده اللي يخلي حياتك شكلها عشوائي رغم إنك بتبذل مجهود. تخيل تبقى ماشي في طريق وإنت مش عارف رايح فين. طبيعي تتعب، طبيعي تتلخبط، طبيعي توصل لحاجات مش عايزها. وده بالظبط اللي بيحصل لما ما تسمعش نفسك. انت بتتحرك بس مش في اتجاهك، بتختار بس مش اختياراتك، بتعيش بس مش حياتك. ودي مش مبالغة، دي حقيقة ناس كتير جدا بتصحى عليها بعد سنين، لما يلاقوا نفسهم وسطوا الحاجات كانوا فاكرين إنها هتسعدهم وما حصلش. ليه؟ لأنهم ما سألوش نفسهم من البداية: أنا عايز ده فعلا ولا ده اللي اتقال لي إنه صح؟ وهنا بقى النقطة الأخطر، إنك مع الوقت بتفقد القدرة أصلا إنك تسمع نفسك. الصوت بيضعف لحد ما يختفي، وتبقى عايش على وضع أوتوماتيك، تشتغل، تتكلم، تتفاعل، لكن من غير حضور حقيقي. وده اللي يخلي ناس تقول الجملة الشهيرة: مش حاسس بحاجة، أو مش عارف أنا مالي. ودي مش برود، دي نتيجة انقطاع طويل عن الذات. طيب ليه بنهرب من نفسنا أصلا؟ لأن مواجهة نفسك مش سهلة. لما تسمع نفسك بجد هتسمع حاجات مش مريحة، هتكتشف إنك محتاج، إنك خايف، إنك ضعيف في حتت، إنك بتتعلق، إنك بتكذب على نفسك أحيانا. ودي حاجات إحنا اتربينا نخاف منها، فبنختار الأسهل، الهروب. نفتح موبايل، نتكلم مع حد، نشتغل زيادة، نعمل أي حاجة إلا إننا نقعد مع نفسنا، لأن القعدة دي ممكن تغير كل حاجة. وده اللي بيخوفنا. بس اسمع دي كويس، طول ما انت مش سامع نفسك هتفضل تعيد نفس السيناريوهات، نفس العلاقات، نفس الأخطاء، بأشكال مختلفة، لأنك بتدخل كل مرة بنفس النسخة اللي مش فاهماك، فبتوصل لنفس النهايات حتى لو الأشخاص اتغيروا. ودي أول خطوة حقيقية لازم تبدأ منها، إنك تتعلم تسمع نفسك، مش تحكم عليها، مش تصلحها فوراً، بس تسمع، تسأل، تلاحظ: إيه اللي مضايقك؟ إيه اللي مريحني؟ إيه اللي أنا محتاجه؟ إيه اللي أنا خايف منه؟ الأسئلة دي بسيطة لكنها بداية كل حاجة.
لأن أول مرة تسمع نفسك بجد هتبدأ تكتشف إنك مش غريب، أنت بس كنت ساكت، ومش ساكت بمعنى هادي، ساكت بمعنى مخبي. وهنا تبدأ الرحلة، مش رحلة إنك تغير الناس، لكن إنك ترجع لنفسك. بس خلي بالك، أول ما تبدأ تسمع نفسك هتلاحظ حاجة غريبة جدا، إن الطريقة اللي بتتكلم بيها طول عمرك مش بتعبر عنك، وإنك طول الوقت بتقول أنت بدل ما تقول أنا. لأن المشكلة مش بس إنك مش سامع نفسك، المشكلة إنك حتى لما بتتكلم بلغة بتخلي اللي قدامك ما يسمعكش. لو صوتك الحقيقي اتكتم سنين، أنت مستعد تسمعه حتى لو مش هيعجبك؟ أخطر حاجة ممكن تكتشفها بعد ما تبدأ تسمع نفسك إنك مش فاهمها أصلاً، إن الصوت اللي جواك مش واضح، متلخبط، متناقض، كأن في أكتر من شخص بيتكلم في نفس الوقت، واحد عايز يقرب وواحد عايز يهرب، واحد بيقول اتكلم وواحد بيقول اسكت. وهنا تبدأ تشك، هو أنا مالي؟ أنا ليه كده؟ ودي أول صدمة حقيقية، إنك ما ضعتش فجأة، إنت اتعلمت تضيع نفسك واحدة واحدة، من غير ما تاخد بالك، من زمان جدا، من أول مرة حسيت بحاجة وتقالك عيب، من أول مرة زعلت وتقالك كبر دماغك، من أول مرة خفت وتقالك ما تبقاش ضعيف. من اللحظات الصغيرة دي بدأ يتبني جواك صوت تاني، صوت بيقولك إيه اللي ينفع تحسه وإيه اللي ما ينفعش، إيه اللي تقوله وإيه اللي تخبيه. ومع الوقت الصوت ده كبر وبقى هو القائد، وبقى إحساسك الحقيقي مجرد همس ضعيف مش مسموع، لحد ما اختفى تقريبا. وده اللي بيخليك دلوقتي تحس ومش فاهم، تتضايق ومش عارف ليه، تحتاج ومش عارف تقول إيه، لأن ببساطة أنت فقدت الترجمة، فقدت القدرة إنك تفهم اللي جواك قبل ما تعبر عنه. ودي أخطر مرحلة، لأنك بتبقى عايش بإحساس لكن من غير وعي، فتصرفاتك كلها تبقى ردود أفعال مش اختيارات. حد يضايقك تتعصب زيادة أو تسكت زيادة، مش لأن الموقف كبير، لكن لأن في حاجات أقدم جواك اتحركت أنت نفسك مش شايفها. وده اللي بيخليك تحس إنك متقلب، يوم كويس يوم لأ، مرة قريب مرة بعيد، ومش فاهم إيه اللي بيحصل. بس الحقيقة أبسط وأعمق، أنت مش متقلب، أنت متراكم، جواك مشاعر كتير ما اتفهمتش فاتخزنت وبتطلع دلوقتي بطريقة عشوائية. وخليني أقولك الصدمة التانية، إحنا مش بس بنتجاهل مشاعرنا، إحنا كمان بنستبدلها. بنحس بحاجة ونظهر حاجة تانية خالص، نحس بالحزن نطلع غضب، نحس بالخوف نطلع سيطرة، نحس بالاحتياج نطلع برود. وده بيحصل بسرعة جدا، لدرجة إنك بتصدق الشكل وتنسى الأصل، فتبقى فاكر إنك عصبي وإنت في الحقيقة موجوع، فاكر إنك بارد وإنت في الحقيقة محتاج، فاكر إنك متحكم وإنت في الحقيقة خايف. ودي كارثة، لأنك بتتعامل مع العرض مش السبب، فالمشكلة تفضل زي ما هي حتى لو غيرت سلوكك 1000 مرة، لأنك ما فهمتش جذره. وده اللي يخلي ناس كتير تشتغل على نفسها سنين وما تتغيرش، لأنهم بيعدلوا القشرة مش الداخل. وهنا بقى لازم نقف ونسأل السؤال اللي محدش بيحبه، هو أنا حاسس بإيه بجد؟ مش أول إجابة تيجي في بالك، لأ، الإجابة اللي وراها. ورا الغضب في إيه؟ ورا الصمت في إيه؟ ورا البرود في إيه؟ لأن دايما في إحساس أعمق، إحساس الدفن ومحتاج يتشاف. والمشكلة إننا تربينا نخاف من الحتة دي، نخاف نحس بزيادة، نخاف نبان ضعاف، فبنختار إننا نعيش على السطح، إحساس سريع، رد فعل سريع وخلاص. لكن العمق مهجور، وده اللي بيخلي علاقتك بنفسك سطحية، وبالتالي علاقتك بالناس كلها سطحية حتى لو شكلها قوي، لأنك مش حاضر بجد، أنت حاضر بنسخة معدلة، نسخة اتعلمت تعيش مش تحس. ودي اللحظة اللي لازم تقرر فيها، هتفضل تهرب ولا هتبدأ تنزل تحت؟ لأن النزول ده مش سهل، هتشوف حاجات مش مريحة، هتعترف إنك محتاج، إنك اتوجعت، إنك مش قوي زي ما كنت فاكر. بس في المقابل هتسترجع حاجة أهم بكتير، هتسترجع نفسك. لأن أول مرة تفهم إحساسك مش بس هترتاح، هتبقى عندك قوة، قوة إنك تختار مش بس ترد، قوة إنك تقول أنا زعلان بدل ما تنفجر، قوة إنك تقول أنا محتاج بدل ما تبعد. ودي البداية الحقيقية لأي تغيير. بس خلي بالك، أول ما تبدأ تفهم نفسك هتكتشف حاجة أخطر، إنك طول الوقت حتى لما بتتكلم ما كنتش بتعبر عن نفسك، أنت كنت بتهاجم، بتلوم، بتتهم،
من غير ما تاخد بالك، ودي النقطة اللي هتفجر كل حاجة. لأن المشكلة مش بس إنك مش فاهم نفسك، المشكلة إنك حتى لما بتحاول تعبر بتستخدم لغة بتخلي اللي قدامك ما يسمعكش أصلا. أنت آخر مرة حسيت فيها بحاجة حقيقية وفهمتها قبل ما ترد عليها كانت إمتى؟ أخطر حاجة ممكن تدمر علاقة في حياتك مش الخيانة ولا الكذب، أخطر حاجة هي طريقة كلامك. الكلمة اللي بتقولها كل يوم من غير ما تاخد بالك هي اللي بتحدد إذا كنت هتقرب ولا هتخسر اللي قدامك. لأنك ممكن تكون صادق بس مؤذي، ممكن تكون عندك حق بس بتخسر كل حاجة. ليه؟ لأنك بتتكلم عشان تكسب مش عشان تتفهم. بص كده على أي نقاش سخن، أي خناقة، هتلاقي نفس الجمل بتتكرر: أنت دايما كده، أنت عمرك ما بتفهم، أنت السبب. لاحظ، كله أنت، كأنك بتشاور عليه بإصبعك، كأنك بتحاكمه مش بتكلمه. لأن أول ما تقول أنت، اللي قدامك بيقفل، خلاص مش سامعك، بقى بيدافع عن نفسه أو بيهاجمك أو بيهرب. بس في كل الحالات ما بيسمعكش، حتى لو أنت موجوع بجد، حتى لو كلامك صح، لأنك وصلتهوله في شكل اتهام مش في شكل إحساس. ودي الصدمة، إنك فاكر إنك بتعبر، لكن في الحقيقة إنت بتشوه اللي جواك. لأنك بدل ما تقول أنا موجوع بتقول أنت جرحتني، بدل ما تقول أنا محتاج بتقول أنت مقصر. وفرق ضخم بينهم، الأول بيقرب، التاني بيبعد. الأول بيفتح باب، التاني بيقفله. وخليني أقولك الحقيقة اللي محدش بيحب يسمعها: أنت لما بتقول أنت مش بس بتهاجم اللي قدامك، أنت كمان بتهرب من نفسك. لأن أسهل حاجة في الدنيا إنك تشاور على غلط غيرك، وأصعب حاجة إنك تقول أنا حاسس بإيه. لأن لما تقول أنا، أنت بتبقى مكشوف، ضعيف، حقيقي. ودي منطقة إحنا مش متعودين نقف فيها، فبنختار الأسهل: نهاجم، نلوم، نعمم، ونقول إننا بنتكلم بصراحة. لأ، دي مش صراحة، دي طريقة متعلمة من زمان، اتربينا عليها. من أول ما حد كان بيقول لنا أنت غلط، أنت لازم، أنت المفروض، فكبرنا وإحنا فاكرين إن التواصل يعني حكم مش تعبير، تصحيح مش مشاركة. وده اللي بيخلي أي علاقة تتحول لساحة صراع، كل واحد فيها بيحاول يثبت إن التاني غلط بدل ما يحاول يتفهم. وهنا بقى المفاجأة اللي تقلب كل حاجة: مش مهم أنت بتقول إيه، المهم أنت بتقوله إزاي. لأن نفس الجملة ممكن تقرب أو تدمر. واحد يقول أنت مش مهتم بيا، والتاني يقول أنا بحس بالوحدة لما ما بتسألش عليا. نفس المعنى بس إحساس مختلف تماما. الأول اتهام، التاني دعوة للفهم. الأول بيولع خناقة، التاني بيفتح باب. وده الفرق بين حد عايز يكسب وحد عايز يتفهم. وهنا لازم تسأل نفسك السؤال الصعب: أنت بتتكلم ليه؟ عشان تثبت ولا عشان تتفهم؟ لأن طول ما هدفك تثبت إنك صح، عمرك ما هتسمع ولا هتتسمع. لكن أول ما هدفك يبقى إنك توصل نفسك، هتبدأ تتكلم بطريقة مختلفة، أبسط، أهدى، أوضح. وده مش ضعف، ده قوة. لأنك بتبقى صريح من غير ما تكون مؤذي، واضح من غير ما تكون هجومي. ودي مهارة مش حاجة طبيعية، هتحتاج تتعلمها، تغلط فيها وترجع تاني. بس مع الوقت هتلاحظ إن علاقاتك بدأت تتغير، مش لأن الناس اتغيرت، لكنك أخيراً بقيت بتقول نفسك. بس خلي بالك، في حاجة أعمق من الكلام نفسه، حاجة ليها علاقة بشكل العلاقة مش باللغة بس. لأنك ممكن تتكلم صح ولسه العلاقة تعبانة. لأن الحقيقة اللي محدش بيحبها إن الحب لوحده مش كفاية. أخطر كدبة ممكن تصدقها في حياتك إن الحب كفاية، إن مجرد إنك بتحب أو حد بيحبك ده يضمن إن العلاقة هتنجح. الحقيقة لأ، في علاقات مليانة حب ومليانة تعب أكتر. لأن المشكلة عمرها ما كانت في المشاعر، المشكلة في شكل العلاقة، في الرابط اللي بينكو. هل هو صحي ولا بيخنقكو؟ خليني أسألك سؤال مباشر: أنت في علاقاتك بتحس إنك نفسك ولا نسخة بتتعدل عشان تمشي العلاقة؟ بتحس إنك مرتاح ولا طول الوقت بتفكر تقول إيه وتخبي إيه وتعدي إيه؟ لو بتتعب
فالمشكلة مش إنك ما بتحبش، المشكلة إن العلاقة نفسها مش متبنية صح. لأن العلاقة مش بس قرب، العلاقة كمان مسافة، مش بس مشاركة، كمان حدود، مش بس إحنا، كمان أنا. والمشكلة إن أغلبنا ما تعلمش التوازن ده. اتعلم إن الحب معناه تدي كتير، تدي زيادة، تدي لحد ما تنسى نفسك، وتفتكر إن ده صح، وإن ده تضحية، وإن ده دليل حب. لكن الحقيقة اللي هتوجعك إن العطاء من غير حدود مش حب، ده استنزاف. لأنك لما تدي كل حاجة من غير ما يكون في حد، بتبعت رسالة غير اللي في دماغك، بتقول للي قدامك خد براحتك حتى لو انت من جواك مش موافق. ومع الوقت هو مش بيستغلك، هو بس بيتعامل مع اللي انت سمحت بيه. ودي صدمة ناس كتير بتصحى عليها متأخر، لما تحس انها اتغيرت، بقت تقيلة، بقت مش طايقة، بقت عايزة تبعد. وهي في الحقيقة ما اتغيرتش، هي بس استنزفت، خلصت من كتر ما كانت بتدي من غير حدود. وده اللي بيكشفه الكتاب بعمق، إن المشكلة مش في إنك بتحب زيادة، المشكلة في إنك ما بتحميش نفسك جوه العلاقة. وخليني أقولك حاجة ممكن تقلب تفكيرك، العلاقة الصحية مش اللي فيها مفيش مشاكل، العلاقة الصحية اللي فيها حدود واضحة. لأن الحدود مش ضد الحب، الحدود بتحميك من إنك تذوب، وبتحمي اللي قدامك من إنه يعتمد عليك بشكل يخنقك. بس إحنا بنخاف من الحدود. ليه؟ لأننا فاكرين إنها هتبعد الناس، وإن اللي هيحبنا بجد لازم نقبله بكل حاجة. ودي أكبر مغالطة، لأن اللي بيحبك بجد محتاجك تكون واضح، مش متاح طول الوقت، محتاجك تكون حقيقي، مش متكيف. وده اللي بيخلي العلاقة تعيش، مش تنهار. لأن العلاقة اللي فيها طرف بيضيع نفسه عشان التاني بتبدأ حب وتنتهي حمل. وده الفرق اللي لازم تفهمه. انت عايز علاقة تعيش فيها ولا علاقة تستحملها؟ لأن في ناس كتير عايشة علاقات بس مستحملة كلام، مستحملة ضغط، مستحملة إحساس بعدم الراحة، بس مكملة عشان الخوف، خوف من الوحدة، خوف من الفقد، خوف من البداية من جديد. فبتفضل علاقة تعبانة على إنها تواجه نفسها. وده اللي بيخليها تفضل في نفس الدايرة، نفس التعب، نفس الإحساس، بس مع أشخاص مختلفين. ودي اللحظة اللي لازم تقف فيها وتسأل نفسك بصدق، أنا في العلاقة دي موجود ولا مستخبي؟ بختار ولا بتعلق؟ مرتاح ولا بتأقلم؟ لأن إجابتك على السؤال ده هتحدد كل اللي جاي. بس خلي بالك، لما تبدأ تحط حدود وتبقى واضح وتختار نفسك، هتلاحظ حاجة غريبة، إن في علاقات بتتهز وفي ناس بتبعد. ودي مش علامة إنك غلط، دي علامة إن العلاقة كانت واقفة على نسخة قديمة منك، نسخة كانت بتدي من غير حساب وبتسكت من غير ما تقول. لكن لما اتغيرت، التوازن اتغير. وده طبيعي، لأن مش كل علاقة ينفع تكمل مع النسخة الجديدة منك. وده مؤلم بس ضروري، لأنك لأول مرة مش بتتمسك بأي حد، أنت بتختار. وده أعلى مستوى نضج ممكن توصله. لما تبقى فاهم الحدود، هل هتعرف تطبقها في العطاء نفسه؟ لأن مش كل عطاء بريء، ومش كل كرم حب. وده اللي هنفككه، لأن الحقيقة اللي هتصدمك إن في ناس بتدي كتير بس مش بدافع الحب. أكتر خدعة ممكن تعيشها إنك تفتكر إنك شخص كويس، بينما أنت في الحقيقة بتأذي نفسك وبتشوه العلاقة من غير ما تقصد. إزاي؟ بالعطاء. بالعطاء نفسه. الحاجة اللي طول عمرك شايفها أنبل حاجة فيك ممكن تكون هي السبب الرئيسي في تعبك. لأن مش كل عطاء حب، في عطاء بيبقى خوف، في عطاء بيبقى محاولة للسيطرة، في عطاء بيبقى طلب متخبي. ودي الصدمة اللي محدش بيحب يسمعها. انت ممكن تكون بتدي بس مش عشان انت عايز، بتدي عشان خايف تتساب، خايف ما تكونش كفاية، خايف تخسر العلاقة. فبتعمل ايه؟ تدي زيادة، تدي أكتر من طاقتك، تدي أكتر من اللي مطلوب، تستنى تقدير، تستنى اهتمام، تستنى مقابل، بس من غير ما تقول. وهنا تبدأ المشكلة، لأنك دخلت علاقة من غير ما تعلن شروطك، من غير ما تقول انت عايز ايه. فتبقى عامل زي واحد بيدفع فلوس من غير ما يحدد هو بيشتري ايه، وبعدين يزعل ان الصفقة مش عادلة. طب ما انت ما قلتش، انت عطيت وسكت، واستنيت وسكت، وزعلت وسكت. ودي مش طيبة، دي فوضى عاطفية بتدمرك وبتلخبط اللي قدامك، لأنه مش فاهم، مش عارف انت بتدي ليه ولا عايز ايه.
ودي جملة لازم تتحفر جواك. العطاء اللي وراه انتظار مش عطاء، ده تبادل غير معلن، وده أخطر نوع، لأنه بيخلق إحساس خفي بالظلم من غير ما يكون فيه وضوح. فتلاقي نفسك بتقول أنا عملت كتير، أنا ضحيت، أنا استحملت، بس الحقيقة أنت ما كنتش واضح. وده اللي بيخلي ناس كتير تحس إنها مظلومة، وهي في الحقيقة كانت غير صريحة. وخليني أقلب لك الصورة. زي ما في ناس بتدي غلط، في ناس ما بتعرفش تاخد أصلاً. في ناس لما حد يهتم بيها تتوتر، لما حد يمدحها ترفض، لما حد يديها حاجة تحس إنها مديونة لازم ترد فوراً كأنها ما تستاهلش. ودي مشكلة عميقة جداً، لأن العلاقة مش بس إنك تدي، العلاقة إنك تعرف تستقبل من غير إحساس بالذنب ولا بالخوف ولا بالضغط. لكن إحنا تربينا إن اللي بياخد كتير يبقى أناني، فبقينا نخاف ناخد ونبالغ في العطاء ونستغرب ليه بنتعب. طيب نرجع للسؤال الأهم، أنت بتدي ليه؟ حب ولا خوف؟ لأن العطاء اللي طالع من حب بيبقى خفيف، ما فيهوش حسابات، بتدي ومرتاح. لكن العطاء اللي طالع من خوف تقيل، مليان توتر، مليان انتظار، وده اللي بيخلي العلاقة تتحول من مساحة راحة لمساحة استنزاف، لأنك بتدي بس من غير توازن، من غير حدود، من غير وعي. ودي كارثة، لأنك مع الوقت بتفقد نفسك، بتتحول من شخص بيحب لشخص محتاج. وفرق كبير جدا بينهم. اللي بيحب عنده اختيار، اللي محتاج عنده خوف، واللي عنده خوف دايما بيقبل أقل. ودي أخطر نقطة ممكن توصل لها، إنك اقبل علاقة مش مريحة بس عشان ما تبقاش لوحدك، وده مش حب، ده هروب. وهنا لازم تقف وتسأل نفسك السؤال اللي محدش عايز يجاوبه بصدق. لو بطلت تدي بنفس الطريقة، العلاقة دي هتفضل ولا هتقع؟ ولو وقعت، كانت علاقة ولا كانت اعتماد؟ بس خلي بالك، العطاء مش المشكلة. المشكلة إنك ما تعرفش توازن، ما تعرفش إمتى تدي وإمتى توقف وإمتى تقول كفاية. وده اللي هنكشفه، لأنك ممكن تفهم العطاء ولسه تقع في نفس الفخ لو ما فهمتش الجزء التاني من المعادلة، التلقي. أغرب مفارقة ممكن تعيشها إنك تدي كتير وتنهار أول ما تاخد. في ناس لما حد يحبها تتوتر، لما حد يمدحها تشك، لما حد يهتم بيها تحس إنها مديونة، كأنها مش مستحقة، كأن في صوت جواها بيقول خد بالك هتدفع التمن. ودي لحظة لازم تقف عندها، لأنك مش بس بتعاني في العطاء، أنت كمان بتعاني في التلقي. ودي مشكلة أخطر، لأن العلاقة مش هتمشي بطرف واحد بيدي، لازم في حد يعرف يستقبل، وإلا كل حاجة هتبوظ. خليني أسألك بصراحة، لما حد يقولك كلمة حلوة بتعمل إيه؟ تقول لأ لأ عادي، مفيش حاجة، ده أنت اللي كويس؟ ليه؟ ليه بترفض حاجة حلوة جايالك؟ ليه ما تعرفش تقول ببساطة شكرا وتستقبل؟ لأن جواك إحساس خفي إنك لازم ترد، إنك لازم توازن الكفة، إنك ما ينفعش تاخد من غير ما تدي. وده بيحول أي علاقة لصفقة مش علاقة، كأن كل حاجة ليها تمن، كل كلمة حلوة ليها مقابل، كل اهتمام وراه دين. وده بيخلي التلقي نفسه يبقى مرهق بدل ما يكون مريح. ودي الصدمة، إنك مش بس بتتعب لما تدي، إنت كمان بتتعب لما تاخد. وده بيخلي العلاقة كلها تبقى عبء، لأن مفيش راحة، مفيش لحظة تقول فيها أنا مستحق من غير ما تحس بذنب. وخلينا أقولك الحقيقة اللي ممكن تقلب كل حاجة، عدم قدرتك على التلقي دي مشكلة، لأنك كده بترفض حب، بترفض اهتمام، بترفض حاجة كان ممكن تريحك. بس انت مش متعود تدي، تسيطر، تتحكم، لكن تستقبل دي صعبة. ليه؟ لأن التلقي بيحطك في وضع ضعف، بيخليك مكشوف، محتاج، ودي منطقة احنا بنهرب منها، فبنختار نفضل الأقوى، اللي بيدي، اللي ما يحتاجش، اللي دايما واقف. بس الحقيقة القوة دي مزيفة، لأنك لو مش عارف تاخد يبقى أنت مش متوازن. لأن العلاقة مش بس إنك تكون مصدر، العلاقة إنك كمان تكون مستقبل، ودي مهارة مش حاجة تلقائية. وخلينا أديك مثال بسيط، حد يهتم بيك بدل ما تستمتع تبدأ تقلق. ليه بيعمل كده؟ هو عايز إيه؟ أكيد في حاجة. ليه؟ لأنك متعود إن العطاء وراه مقابل، فمش قادر تصدق إن في حد ممكن يديك من غير حساب. وده بيخليك دايما في حالة شك، توتر،
حذر حتى في اللحظات الحلوة، وده مرهق جدا لأنه بيمنعك تعيش العلاقة بصدق، لأنك مش حاضر، أنت دايما مستعد تدفع أو ترد أو تحمي نفسك، وده بيخلي العلاقة تبقى تقيلة مش خفيفة. ودي النقطة اللي لازم تفهمها، التلقي مش ضعف، التلقي ثقة، ثقة إنك تستحق، إنك مش محتاج تثبت حاجة، إنك مش لازم ترد فوراً، إنك تقدر تاخد وتقول شكراً وخلاص. ودي خطوة صعبة لأنها بتواجهك بحقيقة جواك، هل أنت شايف نفسك تستحق ولا دايماً شايف إنك أقل؟ لأن لو جواك إحساس إنك مش كفاية، عمرك ما هتعرف تستقبل، هتفضل تشك، ترفض، تهرب، أو ترد بسرعة عشان ترتاح، وده بيبوظ التوازن في أي علاقة. وخليني أقول لك حاجة مهمة جدا، لما أنت بترفض التلقي، أنت مش بتحمي نفسك، أنت بتمنع العلاقة إنها تكبر، لأن الطرف التاني محتاج يدي زي ما أنت محتاج تدي، ولو أنت مش بتستقبل، أنت بتقفل عليه الباب، وده مع الوقت بيخليه يبعد أو يبطل أو يحس إنك مش شايفه، ودي بداية انهيار هادي لأي علاقة، من غير خناقات، من غير مشاكل واضحة، بس في فراغ بيكبر، وده أخطر. وهنا بقى السؤال اللي لازم تسأله لنفسك بصدق، أنت لما حد يديك بتستقبل ولا بترفض؟ ولو بترفض، بتعمل كده عشان إيه؟ عشان تواضع ولا عشان مش شايف نفسك تستحق؟ بس خلي بالك، حتى لو اتعلمت تستقبل، في حاجة لسه ناقصة، لأن العلاقة مش بس عطاء وتلقي، في عنصر تالت بيحدد كل حاجة، عنصر الناس كلها بتخاف منه وبتلف حواليه وما بيقولوهوش: الطلب. أخطر لعبة بتلعبها في علاقاتك إنك تختبر الناس بدل ما تطلب منهم. تسيب إشارات، تلمح، تزعل في صمت، وتستنى اللي قدامك يفهم لوحده، وبعدين لما ما يفهمش تقول أهو مش مهتم، مع إن الحقيقة أبسط وأقسى، أنت ما طلبتش، أنت اختبرت. ودي اللعبة اللي بتكسر أي علاقة مهما كان فيها حب، لأن العلاقات ما بتمشيش بالتخمين، بتمشي بالوضوح. خليني أسألك بصراحة، أنت آخر مرة احتجت حاجة قلتها بشكل مباشر ولا لفيت حواليها؟ قلت أنا محتاج وقت معاك النهاردة ولا سكت وافتعلت مسافة؟ قلت أنا محتاج دعم ولا استنيت وتوترت؟ أغلبنا بيهرب من الطلب. ليه؟ لأن الطلب فيه مخاطرة، فيه احتمال رفض، فيه إنك تبان محتاج، ودي كلمة احنا اتربينا نخاف منها، فبنختار الأمان المزيف، نلمح، نختبر، نراقب رد الفعل، ونبني عليه حكم. وده مش تواصل، ده فخ، لأنك كده بتحط اللي قدامك في امتحان من غير ما تقوله الأسئلة، ولو سقط تعاقبه على حاجة معرفهاش أصلا. ودي صدمة، إنك ممكن تبوظ علاقة كويسة بس عشان ما كنتش واضح. لو كان بيحبني كان هيعرف، دي جملة رومانسية بس مدمرة، لأن مفيش حد بيقرأ أفكار، حتى اللي بيحبك محتاج يسمعك مش يخمنك، لأنك أنت نفسك لسه بتتعلم تفهم نفسك، فإزاي هو هيخمن؟ وهنا النقلة المهمة، الطلب مش ضعف، الطلب شجاعة، لأنك لما تقول أنا محتاج، أنت بتكشف نفسك، بتدي فرصة حقيقية للي قدامك يقرب، يختار يديك. وده فرق ضخم، لأن العطاء اللي بيجي استجابة لطلب واضح بيبقى صادق، ما فيهوش لعب، ما فيهوش سوء فهم. لكن العطاء اللي بيجي بعد اختبار دايما فيه مرارة، لأنك من الأول حاطط الآخر في موقف دفاع. وخليني أديك مثال بسيط، شخص محتاج اهتمام، بدل ما يقول أنا محتاج وقت معاك النهاردة، يسكت ويبرد، ولما التاني يسأله مالك، يقول ولا حاجة، وبعدين يلومه إنه مش مهتم. طب ما أنت ما طلبتش، أنت خبيت واختبرت وزعلت في نفس الوقت. وده اللي بيخلي العلاقات تتعب، مش قلة الحب، لكن قلة الوضوح. بس خليني أكون صريح معاك، أحياناً إحنا ما بنطلبش مش لأننا مش عارفين، لكن لأننا خايفين من الإجابة، خايفين نسمع لأ، لأن لأ بتوجع، بتخلي الإحساس اللي جواك يطلع للنور، إحساس إنك ممكن ما تكونش مهم. فبنختار نعيش في منطقة رمادية، لا بنطلب ولا بناخد ولا بنرتاح، بس بنكمل. ودي أخطر صفقة، إنك تضحي بالوضوح مقابل وهم الراحة، لأنك كده بتعيش علاقة مش مفهومة،
مش محددة، مش حقيقية. وده اللي بيخليك دايما تايه، لا عارف بيكمل ولا عارف تمشي. وهنا اللحظة الفاصلة، اللحظة اللي بتفرق بين شخص بيعيش وشخص بيستحمل. الشخص اللي بيعيش بيطلب بوضوح وبيتحمل الرد أيا كان، لأنه فاهم إن الرفض مش نهاية، الرفض معلومة بتقولك ده مش المكان، ده مش الشخص، ده مش التوقيت. لكن الشخص اللي بيستحمل بيسكت ويكمل ويقول معلش لحد ما ينهار أو يبرد أو يختفي. ودي نهاية أغلب العلاقات اللي بدأت حلوة وانتهت بصمت، مش بخيانة ولا بخناقة، لكن بطلبات ما اتقالتش ومشاعر ما اتفهمتش. بس استنى، لأن في حاجة أخطر لسه، لأنك ممكن تتعلم تطلب، لكن أول ما تيجي تقول لأ كل ده يقع. أنت بتعرف تطلب، بس هل تقدر تتحمل إن حد يرفضك؟ أصعب كلمة ممكن تقولها في حياتك مش بحبك، أصعب كلمة هي لأ. لأن بحبك بتقرب، لكن لأ ممكن تبعد، ومفيش حد فينا متربي على إنه يخاطر بالبعد، فبنختار الطريق الأسهل، نقول ماشي حاضر زي ما تحب، حتى لو جواك بيصرخ مش عايز. ودي اللحظة اللي بتبدأ فيها تخسر نفسك بهدوء من غير دوشة، لأن كل نعم بتقولها وانت رافض بتاخد حتة منك. كل مرة بتعدي على إحساسك بتضعف صوتك لحد ما يختفي، وتبقى عايش حياة مش بتاعتك. ودي مش مبالغة، دي النتيجة الطبيعية لشخص ما بيعرفش يرفض. لأنك لو ما قلتش لأ، يبقى أي حد ممكن يحدد لك وقتك، طاقتك، مشاعرك، أولوياتك. وده مش لأنهم وحشين، لكن لأنك أنت ما حطيتش حد. ودي الحقيقة اللي لازم تواجهها. الناس بتتعامل مع اللي انت بتسمح بيه، مش اللي جواك. لو انت ما قلتش لأ، محدش هيخمن انك رافض، ولو قلت نعم هيتعاملوا على انها حقيقة، حتى لو انت من جواك بتتألم. وده مش ظلم منهم، ده نتيجة انك ما كنتش واضح. وخليني اقولك الحقيقة اللي بتوجع، كتير من العلاقات مش بتبوظ عشان مفيش حب، بتبوظ عشان مفيش لأ. لأن اللي ما بيعرفش يرفض في الوقت الصح بينفجر في الوقت الغلط، أو ينسحب فجأة، أو يبرد. وده بيخلي الطرف التاني يتفاجئ إيه اللي حصل، بينما الحقيقة إن كل حاجة كانت بتتراكم بس من غير ما تتقال. ودي كارثة، لأنك بتسيب العلاقة تكبر على أساس غلط، على تنازلات مش حقيقية، على موافقات مش صادقة، لحد ما تقدرش تكمل. ووقتها بتخسر العلاقة وتخسر نفسك في نفس الوقت. وهنا بقى السؤال المهم، ليه بنخاف نقول لأ؟ لأن لأ فيها احتمال خسارة، خسارة حب، خسارة قبول، خسارة شخص متعود عليه. واحنا متبرمجين نخاف من الفقد، فبنختار الأمان، نوافق، نسير، نعدي، ونقول معلش. بس التمن إنك تعيش علاقة مش بتاعتك، دور مش دورك، حياة مش شبهك. وده أكبر فقد ممكن يحصل، إنك تفقد نفسك عشان ما تفقدش حد. ودي صفقة خسرة مهما كسبت فيها ناس، لأنك في الآخر مش موجود. بس خليني أقولك المفاجأة اللي ممكن تغير كل حاجة، لأ مش ضد الحب، لأ بتحميه. لأنك لما تقول لأ في الوقت الصح، أنت بتحافظ على نفسك وبتدي فرصة للعلاقة تبقى حقيقية، مش قائمة على مجاملة أو خوف أو ضغط. وده اللي بيخلي العلاقة تكبر مش تنهار. لأن العلاقة اللي محتاجة منك تكذب عشان تفضل مش علاقة، دي سجن. وخليني أقولك الحقيقة اللي يمكن تخوفك، الناس اللي هتمشي لما تقول لأ كانت ماشية أصلا، بس كانت مستنية اللحظة. والناس اللي هتفضل هي اللي تستاهل، لأنها بتقبلك مش بتستغلك. ودي نقطة لازم تفهمها كويس، الرفض مش عدوان، الرفض وضوح. إنك تقول مش مناسب، مش مرتاح، مش عايز، من غير ما تهاجم، من غير ما تجرح، من غير ما تبرر زيادة. لأنك مش محتاج تدافع عن حقك إنك تبقى نفسك. ودي أعلى درجة احترام ممكن توصل لها لنفسك وللآخر. بس هنا بقى السؤال الأخطر، بعد ما عرفت تقول لأ وبعد ما بقيت واضح، هل ده كفاية عشان تعيش علاقة صح؟ ولا لسه في حاجة أعمق ليها علاقة بيك أنت مش بالناس، حاجة ليها علاقة بعلاقتك بنفسك مش بعلاقتهم بيك؟ لأن الحقيقة اللي هتغير كل حاجة إنك مش محتاج حد يكملك. أكتر حاجة ممكن تكتشفها في نهاية الرحلة دي، إنك كنت بتدور على الناس طول الوقت،
عشان تهرب من نفسك. كل العلاقات، كل القرب، كل التعلق كان في جزء كبير منه محاولة إنك ما تقعدش مع نفسك لوحدك، لإنك مش مرتاح جواها. فكنت بتجري من علاقة لعلاقة، من شخص لشخص، من اهتمام لاهتمام، وكل مرة تقول المرة دي هرتاح. لكن الحقيقة عمرك ما هترتاح بره لو انت مش مرتاح جواك. ودي اللحظة اللي كل اللي فات كان بيحضر لها، لأنك دلوقتي فهمت إن المشكلة ما كانتش في إنك مش سامع نفسك بس، ولا إنك مش فاهم مشاعرك، ولا إنك بتتكلم غلط، ولا إنك بتدي زيادة، ولا إنك ما بتعرفش تطلب، ولا إنك ما بتعرفش ترفض. المشكلة كانت أعمق. المشكلة كانت في علاقتك بنفسك. هل أنت أصلاً مرتاح معاها؟ ولا مستني حد يجي يخليها محتملة؟ ودي الحقيقة اللي محدش بيحب يسمعها. أنت مش محتاج حد يكملك. أنت محتاج تبقى كامل الأول. مش كامل بمعنى مثالي، لكن كامل بمعنى حاضر، واعي، سامع نفسك، فاهمها، محترمها، مش بتجري منها. لأن طول ما أنت بتجري من نفسك هتفضل تجري للناس وهتتعلق بيهم، مش عشان بتحبهم، لكن عشان محتاجهم. وفرق كبير جدا بين الاتنين. اللي بيحب بيختار، اللي محتاج بيتشبث، واللي بيتشبث عمره ما بيشبع، لأنه بيحاول يملي فراغ جواه بحد من بره، وده مستحيل. ودي اللحظة اللي لازم تسأل فيها نفسك بصدق: أنا لما ببقى لوحدي ببقى مرتاح ولا متوتر؟ لو الإجابة متوتر، يبقى لسه في شغل جواك مش بره. لأنك لو مش قادر تقعد مع نفسك، إزاي هتعيش مع حد تاني؟ هتحتاجه زيادة، هتضغط عليه، هتخاف تخسره، وهتدخل العلاقة من مكان نقص، مش من مكان اختيار. وده اللي بيبوظ أي علاقة مهما كانت كويسة. لكن لما تبدأ تبقى رفيق لنفسك، كل حاجة بتتغير. لأنك مش داخل العلاقة عشان تاخد، داخل عشان تشارك. مش داخل عشان تتكمل، داخل عشان تضيف. وده الفرق اللي بيغير كل حاجة. لأنك لما تبقى واقف على أرضك، أي حد يدخل حياتك هيبقى إضافة مش ضرورة. ولو مش مناسب، تقدر تمشي من غير ما تنهار. ودي أعلى درجة حرية ممكن توصل لها. إنك تحب من غير ما تتعلق، تقرب من غير ما تدوب، تبعد من غير ما تكره، تكون مع الناس من غير ما تفقد نفسك. ودي مش نهاية الرحلة، دي بدايتها. لأنك لأول مرة مش بتدور على حد ينقذك. أنت بقيت بتفهم نفسك وبتختار وبتعيش بوعي. وده اللي يخلي حياتك أخف، أهدى، أوضح. مش مثالية، لكن حقيقية. وده أهم بكتير. وهنا فعلا نقدر نقفل السلسلة. مش لأنك بقيت شخص جديد، لكن لأنك رجعت لنفسك. فقبل ما تمشي، وقبل ما ترجع لدوامة يومك، اسأل نفسك السؤال اللي ممكن يغير كل حاجة: أنت بتعيش عشان تهرب من نفسك ولا عشان تكونها؟